من غير انفعالات ولا تشنجات. يلا بينا نرد على جمهور الوداد، فيلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد صابر ودي الكورة مع أفوكاتو. الأفوكاتو اللي الناس غسلته في الكومنتات، دخلت واتهمتني بإن أنا ما عنديش روح رياضية وإن أنا بدعي عليهم والكلام ده كله. بص يا معلم، بعيدا عن اللقشة اللي يعني يمكن ما معيش دليل إن هو صح ليه يد في إن الأهلي يلعب على أرضكم السنة اللي فاتت، وإن الحكام اللي جت دي يا سيدي ما معيش دليل، طلعها بره الحسبة خالص كأني ما قلتوش. تعالى بقى كده نشوف، نفصص الماتشين ونشوف اللي حصل فيهم عشان انتوا زعلانين مني. تعال نشوف يا معلم. دلوقتي الماتش الاولاني اللي انا قلت ان الوداد لعب فيه كوره اكتر من الماتش الثاني. الماتش الاولاني الحكم ما تغاضاش عن البيلم بتاع حسين الشحات. يعني لما اتعادت انت ما شفتهاش كمشجع للوداد ان هي بيلن ولا انا كنت بهزي؟ طيب خلاص الحكم ما شافهاش. طب بتوع الفار كانوا قاعدين بيعملوا ايه؟ بيقزقزوا لب جوه سيادتك. طيب عدينا دي. التانية بقى بتاعت يحيى عطية الله. يعني انا هكلمك في الحاجات الرئيسية، مش هكلمك في اي حاجة فرعية، الحاجات اللي اثرت على نتيجة الماتشين. يعني كده تخيل معايا لو بيلم بتاع حسين الشحات دوت جه والاهلي احرزه، تخيل مش كانت هتبقى النتيجة 3-1؟ بلاش الكرة بتاعت يحيى عطية الله، الراجل اخر واحد في الملعب، لو عدت منه تاو هياخدها كده رمح لحد الجول بتاعكو وكان هيخلصها. دي كانت طرد دي ولا وجهة نظر سعادتك ايه؟ ده الماتش الاولاني. الماتش الاولاني اللي قبل ما نسيبه اقول لك ان الوداد لعب في كوره وعمل لنفسه فرص من الحركه. الكوره اللي جت في العارضه، الكوره اللي كانت في الشوط الاولاني اللي طلعها مصطفى شوبير، الجول اللي جه، كلها فرص. يعني معنى ذلك ان الوداد لعب كوره واستحق ان هو يطلع بالنتيجه دي. حلو كده، فير، حلو، روح رياضيه كده يا كابتن، ماشي. تعالى بقى نشوف بقى ايه الكارثه اللي كانت هناك بقى ايه في الوداد او في المغرب. الفرقه كلها تقريبا 9 منهم خدوا انذارات، وفي انذار منهم انا مستغربه، يعني بتاع كهربا. الراجل واقف بيتكلم كده بمنتهى الذوق والادب، قام بيطلع له انذار وهو بيضحك في وشه. ايه سيادتك يعني؟ عمل لك ايه كهربا عشان تديله انذار؟ بلاش الكوره بتاعت حسين الشحات اللي خد فيها انذار لما شد الحكم، هي طرد، بس الحكم عشان عارف انه عامل جريمه بعد ما الراجل ما وقع في الارض سابه وراح مع الكوره لل18 او راح جري مع اللعيبه، وبعد كده سابه وراح يطمن عليه، وبعد ما سابه وراح يطمن عليه رجع تاني للعب. الكوره مع كهربا في ال18 عشان كانت هجمه خطر، قام موقفها وقام راجع للراجل تاني. ويا ريته مثلا الجهاز الطبي دخله، لا الراجل قام مفيش اي حاجه. ولا التاني اللي بقى كان فاول للاهلي وقام نايم قدام الكوره، هو خد انذار بس اهو. فين بقى الكوره؟ بلاش، فين فرص الوداد اللي كله فرصه كانت ضربات ثابته ومن نفس الزاويه ونفس المكان اتلعبت، الشناوي طلعها مرتين والثالثه تيجي؟ منطقي. وهو الوداد كان بيلعب كوره ما بيضيعش وقت في الشويه اللي قبل ما يجيب فيهم الجول. بعد كده طول الوقت تضييع، طول الماتش تضييع وقت. فين الكوره؟ يعني قول لي انت كده فين الكوره؟ الناس اللي جايه تقول لي السته بتحتى وانتوا كسبانين بتعيط ايه يا عم؟ فين ده؟ هو انت لما تطلع وانت بتلاعب اكتر فرقه واخده دوري ابطال في القاره، واصل انا عقده الاهلي والكلام ده الاعلام المغربي ما قالهاش في وش الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل الماتش، ولا انا بتبلى عليكم؟ احنا غزاة افريقيا. انت بتكلم ملك ملوك افريقيا يا حبيبي. غزاة مين؟ ب3 دوري ابطال. انت ناسي ان انت قبليها بسنه، قبل السنه اللي فاتت كنت متاخد رايح جاي. هتقول لي اصل احنا كنا طالعين من كورونا واحنا مش عارف، واحنا كنا طالعين من اسبيتاليا يعني، واحنا ما كان والاصابات والكلام دوت. انا مالي خدت بطوله على ارضك، ده كده فر؟ انت كده فر يا عم الاتحاد؟ انا يا جدعان ما اتكلمتش وقلت ان الوداد كان ليه يد بان انا اروح العب على ارضه. قلت السنه اللي فاتت والفيديو بتاعي عامل اكتر من 5000 مشاهده. قلت صراحه كده الوداد يا جماعه استحق
احنا اتغلبنا في الملعب، اتغلبنا كوره. ما قلتش، انا قلت اتظلمنا ان احنا رحنا لعبنا النهائي من ماتش واحد على ارضك. هو كده الاتحاد الافريقي ما ظلمنيش؟ انا بتبلى عليكم وبقول حاجه ما حصلتش، ولا هو الكلام ده اللي حصل؟ وانا السنه اللي فاتت مسكت موسيماني واللعيبه غسلتهم وما قلتش غير ان احنا اتظلمنا كده في جمله عابره. ايه زعلانين ان انا قلت ده؟ ما اقولها لك وانا قوي وانا واخد البطوله، بقول لك انا اتظلمت ورجعت كده خدت حقي. انت دلوقتي راجل محترم دخل قال لي معلش احنا ما العيب عندنا ان احنا ما فيش استخدامات وما فيش انتدابات والكلام دوت طب يا عم انا ما اللي دفع يشيل يا عم. ما تشوف السكواد بتاع الاهلي عامل ازاي؟ تسعة من لعيبه الاهلي في منتخب مصر. انت بتلاعب منتخب حبيبي، انت بتلاعب المنتخب، ما بتلاعبش الاهلي بس. يعني الناس اللي نزلت في الشوط الثاني عند الاهلي ناس حامله اللقب اساسا من 3 سنين، ناس لعبت كاس عالم. انت بقى يعني ما اللي دفع يا عم انت ومعاه كيش يشيل، يعني ما عامل لك ايه؟ ما صن داونز بيجيب لعيبه وبيكيش بيوصل للادوار النهائيه، ما يشيل. ايه المشكله؟ الفرقه اللي بتعرف تجيب ريسبونسرز كويس واسمها بياع ما من حقها تشيل. انت زعلان مني ليه دلوقتي؟ قول لي هل انا كلامي مش منطقي؟ زي ما انت دخلت وعيبت عليا كده في الكومنتات، خش قول لي والله كلامك منطقي. يعني انا بتهيألي كده انا ما اتبلتش على حد في حاجه، ولا حتى ان انا اقول ان انا اتظلمت. طب ما هو من حقي يا عم، يعني من حقي الحلوه دي ما حصلش. اتبليت عليك، قلت حاجه ما حصلتش. اتظلمت في ايه؟ اتظلمت في ان انا لعبت على ارضك. ده انت ليك يد فيه كوداد؟ لا مالكش يد فيه. انا ما جبتش سيرتك، انا بقول الاتحاد ظلمني. ايه بقى انا قلت لك ايه؟ فين الدموع بقى في كده؟ ده انا كسبان يا جدع. وبقول يا عم انت من حقي بقى ان انا اطلع اقول ان انا والله انا رديت الكلام دوت. والسنه دي بقى بعد اللي شفناه في التحكيم ده مش عايزني اقول لك ان انا اتظلمت. ليه؟ يعني هل مطلوب مني ان انا اتظلم وتنيني حاطط ايدي في بقي كده ومش عايز اقول كلمه وحشه وما اقولش، ما دافعش عن حقي؟ ما التحكيم ينفرمت يا جدعان. ما شفنا، بقول لكم شفنا دوري ابطال اوروبا قبلها بيوم كان التحكيم ليد الفرقتين كانوا بيلعبوا ازاي مع بعض. كان نفسي اشوف ماتش زي ده بين اقوى فرقتين في افريقيا. كان نفسي الوداد يلعب كوره، اللي ملوش فرص طول الماتش، اللي لو عديت الفرص المباشره من جايه من حركه على الجول هتبص تلاقي فرص الاهلي اكتر. فمين دلوقتي استحق؟ مين دلوقتي اللي عنده روح رياضيه وما عندوش روح رياضيه؟ مين الفرقه اللي كانت اقوى طول البطوله؟ رجعنا بكره قطر. ما تنساش ان انا راجع من كاس العالم ماشي، كنت لعبت اكبر عدد من المباريات في البطوله، الاهلي هو اللي لعبها، وراجع من ماتش الريال وبعدين الماتش بتاع فرقه البرازيل وجاي مقتول. جيت اتخذت على مشم على طول مع الهلال ورحت لعبت صن داونز. طبعا معدل لياقات زي الخرا. ف يا عم انت زي ما انت كده دخلت سفيت عليا في الفيديو اللي فات وقلت لي انت ما عندكش روح رياضيه وانتوا بتعيطوا وانتوا بتوقوقوا والكلام ده كله. هقول لك حاجه واحده بس، هو اللي شجعوا جمهور الزمالك بيفلح. هو الصعب بينجح يا كابتن. بس كده انا الاهلي، انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال من الاول لحد الاخر، هيفضل مصنع الابطال. انا قد الحياه وتحدي ولسه عندي قوه وعندي اعدي 1000 سد واعدي، اقوم واطلع واهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تيشيرت في اليابان، بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان. في ضهري ومن سنين اواني قولوا بدت كتير علشاني، انا الاهلي اللي صان العشره، دهب مش قشره ولا